السلام عليكم البنات الزوينات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير، صحه مزيان، العائله والاحوال طيبه، ونتمنى هذا الفيديو يلقاكم بافضل حال. توحشتكم بزاف البنات، بديت كنتوحشكم والله العظيم الا بديت كنتوحشكم الصراحه. المهم ما غنبقاش نطول عليكم بزاف، وغنبقى كيف ما سبق لي وقلت لكم هكا في السيمانه نبقى نحط لكم 2 حتى 3 الفيديوهات باش ما نبقاش نغبر. راكم عارفين مع القرايه ومع الستريس ديال الامتحانات وبزاف ديال الحوايج ما كيكونش عندي الوقت بزاف، ولكن كنحاول انني ما نغبرش عليكم، وفي كل مره نجيب لكم شي موضوع زوين حتى من بعد ما كنقلب عليه مزيان ومن بعد ما كنكتب عليه يعني كناخذ الافكار اللي عندي في دماغي عليه وكاع النصائح اللي نقدر نقدم لكم عليه وكنجمعهم في فيديو واحد، في سكريبت واحد اللي كنكتبه ومن بعد كنسجلوا لكم. فهاد الشيء راه كياخذ شويه ديال الوقت، فكنحاول انني نلقى شي وقيته ونتفرغ باش انني ديما نجيب لكم الجديد وندير لكم فيديوهات اللي تكون في المستوى وتنال الاعجاب ديالكم. ودابا غنهضر لكم على واحد الموضوع اللي مهم بزاف. هي واحد المشكل اللي كلنا كنعانيو منها، وحتى انا كنت كنعاني منها قبل، ولكن الحمد لله مع هاد النصائح اللي غنعطيكم في هذا الفيديو ومع بزاف ديال الخطوات قدرت انني نتغلب على هذا المشكل هذا. والموضوع ديال هذا الفيديو هو كيفاش تخلصي ولا كيفاش تهناي من الكسل والخمول. هذا واحد من المواضيع المهمه بزاف واللي خصنا كلنا نلقاو ليها الحل ونبداو نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع هذا النوع ديال المشاكل اليوميه اللي كتواجهنا في حياتنا اليوميه. فقبل ما نبداو الفيديو، الا كانت هذه اول مره غتدخلي القناه ديالي ولا تفرجي في شي فيديو ديالي، ما تنسيش تشتركي في القناه وتضغطي على الجرس باش يوصلك انت الاولى اول جديد ديالي في القناه. وإلا عجبك الفيديو ما تنسيش ديري لايك وتبارطاجيه مع عائلتك وصحابك والناس اللي بغيتيهم يستافدوا من هذا الفيديو هذا. وغنخلي لكم الانستغرام ديالي واللين ديالو في صندوق الوصف، دخلوا. وإلا كان عندكم شي سؤال بغيتو تهضروا معايا في شي موضوع، شي مشكله عندكم، بغيتوني ننصحكم، انا كنكون اكتيف في الانستغرام، كاع البنات اللي كيصيفطوا لي كنجاوبهم، فدخلي حتى نتيا. والا كانت عندك شي حاجه هضري معايا في الانستغرام وصيفطي لي في الخاص واكيد غنجاوبك، وما يمكنش نخلي شي بنت صيفطات لي وما نجاوبهاش. كان وقع لي واحد المشكل في الانستغرام البارح، كان تفورماطا لي التليفون، كان في واحد المشكل، ماشي تفورماطا، كان في واحد المشكل ديتو يتصايب واضطريت انني نفلاشي التليفون فمشى ليا كل شيء. وفاش رجعت بغيت انستالي الانستغرام وندخل الكونت ما بغاش يدخل ليا. كنت اصلا نسيت على المود باس، ما عرفتش كيفاش، فدرت مود باس اوبلي، درت كاع لي ميثود ما بغاش يرجع ليا، ما عرفتش علاش وما عرفتش شنو المشكل. فقلت فيها خير ماشي مشكل. الحل هو انني ندير واحد الباج جديده ونبارطاجيها مع البنات في يوتيوب ويدخلوا ليها ان شاء الله. فغادي نخلي لكم اللين باش تدخلوا نيشان، توركوا تدخلوا نيشان لاباج. ما نبقاش نكتب لكم زعما السميه حيت كتدخلوا كتبقاو تقلبوا يقدر ما تلقاوش لاشين وهذا. فغنصيفط لكم، نخلي لكم اللين في صندوق الوصف، دخلوا وبركوا على اللين وغيديكم نيشان لاباج ديالي في الانستغرام، لاباج جديده اللي كرييتها. واي بنت، اي وحده فيكم بغاتني نصحها، بغات تدوي معايا في شي موضوع، بغات شي مشكل تشاركوا معايا ونلقاو ليه الحل، فسيري عندي الانستغرام صيفطي لي ميساج واكيد غادي نجاوبك. ودابا بلا ما نطول عليكم بزاف خلي لي لايك الفيديو، شي تعليق زوين بحالك باش يحفزني انني نكمل لكم في هذا المحتوى هذا. ودابا يلا نبداو الفيديو ديالنا. العجز والخمول هما من الاسباب الرئيسيه اللي ما غتخليكش تحققي اهدافك وتبني روتين صحي وتخدمي على راسك. ومن الامور اللي بالنسبه ليا كتخليك تحسي بالكسل ولا العجز ولا الخمول هو الاكتئاب. الا كان فيك الاكتئاب هذا راه مشكل كبير وخاصك ضروري تلقاي ليه شي حل، حيت هذا الاكتئاب كيسبب لك ديما داك الشعور بالخمول وانك ما باغا ديري والو، غير تبقاي ناعسه، وحتى من دوك الانشطه البسيطه ما كتقدريش ديريهم في نهارك، وكتحسي براسك ما مسوقاش وما كيهمك ديري والو في حياتك. داك الشعور بفقدان الاهتمام والضغط النفسي والقلق اللي بدورهم غيأثروا على انتاجيتك وعلى الطاقه ديالك، وما غتقدري ديري والو من غير انك كتفكري في شي حاجه ومبرزطاك، بحال مثلا التفكير الزائد في المستقبل. هادشي غيخلي طاقتك تستنزف وما غيبقاش عندك الجهد لحتى شي محاوله انك تخدمي على راسك. وكاينين اسباب اخرى، هي انك قليل فاش كديري مثلا شي نشاط بدني ولا سبور، ولا انك تخرجي تمشاي ولا اي حاجه.
راهي لو ولفتي هاد الروتين ديال النعاس والتليفون نهار كامل وما كاين حتى مجهود باش تحققي اهدافك وتخدمي على راسك، فرك غتندمي على هاد الشيء من بعد. ملي تلقاي عمرك كيضيع وانتي باقا ما درتي والو في حياتك وباقا في بلاصتك، الناس وصلوا خدموا على راسهم وانتي باقا في بلاصتك. وملي ما كيكونش عندك هدف واضح بغيتي تخدمي عليه ولا حافز غيخليك تنوضي تخدمي، فراه اكيد ما غتكونش عندك الطاقه باش تخدمي وتحققي اهدافك. وهذه كلها مشاكل اللي كاع البنات كيعانيو منها، وحتى انا كنت هكا قبل واحد العام تقريبا. بعد المرات كتجيني ديك الموتيفاسيون باش نخدم ونبدل حياتي، هذيك 5 دقائق د الموتيفاسيون اللي كتجي ومن بعد كتمشي، عرفتوها هي هذيك اللي كانت كتجيني. وفي اغلب الوقت ما كيكونش عندي هذا الحافز، وكنبقى نهار كامل اختكم غير في التليفون، ها التيك توك ها الانستغرام ها الواتساب. والمشكل هو دوك المؤثرين اللي كنت كنتبعهم داك الوقت، والله الا ندمت عليهم وندمت على كاع الوقت اللي ضيعتهم وانا غير كنتبعهم، غير التخربيق والتفاهه ومحتوى اللي ما كنت كنستافد منه والو. صراحه كنت كنعاني من العجز وقله ما يدار والاحباط، كنت كاع دخلت في فتره ديال الاكتئاب، ولكن الحمد لله اللي كانت فتره عابره، يعني ماشي اكتئاب لديك الدرجه الخايبه. حتى لواحد النهار فين طلع لي داك العجز في راسي، ديك الحاله طلعت لي في عرفتي فاش كيطلع لكم راسكم في راسكم، هذيك انا هذيك اللي وصلت ليها. ديك اللحظه فين استوعبت بلي هادشي ما مسلكنيش وبلي حياتي كتضيع من يدي وانا ما قادره ندير والو، حيت خليت العجز والكسل يتحكموا لي بحياتي. صافي استوعبت بلي لا يوجد منقذ من هذا الروتين القاتل اللي كنت عايشه فيه كل نهار من غير الله سبحانه وتعالى وراسي. يعني استوعبت بلي خاصني نوض ونجمع راسي ونشوف حياتي فين واصله ونبدا نرتب حياتي من جديد. فانا اليوم في هذا الفيديو غنشارك معك الخطوات اللي تبعتهم باش قدرت نتغلب على هذا العجز، وبديت كنخدم على راسي، وفي نفس الوقت كندير داكشي اللي كيعجبني وكنهتم براسي وبنفسيتي، وشويه بشويه كنقرب نحقق الاهداف ديالي. ايوا خليك حتى الاخر ديال الفيديو باش حتى انت تخرجي من هذا الفيديو كلك طاقه وتحفيز باش تغلبي على العجز والمماطله وتنوضي وتبداي تخدمي على راسك. صافي واجده؟ ايوا يلا، ايوا خلي لي واحد اللايك صافي، وخلي لي واحد الكومونتير وكتبي لي فيه واجده. صافي يلا، ودابا يلا نبداو. ها انت اختي سمعيني وحلي معايا وديناتك مزيان. اول حاجه غنطلبها منك ديريها هي تدخلي للسوشيال ميديا ديالك، شوفي الحسابات اللي كتسبب لك القلق، التوتر، الاكتئاب، كتستهلك من وقتك ومن الطاقه ديالك، وفاش كتكوني كتفرجي فيهم كتحسي باللي ما كتستافدي والو. دخلي الانستغرام، يوتيوب، تيك توك، الناس اللي كتبعي وكتفرجي فيهم بزاف. الا كنتي كتابعي حسابات ما كتضيف لك حتى شي قيمه مضافه لحياتك وما كتحسيش بالتحفيز والطاقه الايجابيه وانت كتبعيهم، فهادو حسابات بدون فائده ليك. شنو كتسناي؟ سيري دابا والغي ديك المتابعه. بحال نقولوا نقي مواقع التواصل ديالك من الناس سلبيه اللي عندهم محتوى سلبي عليك وعلى افكارك وشخصيتك والنظره ديالك للعالم اللي داير بك، خصوصا الا كانت حسابات كتخليك تحسي بالكسل والخمول ولا كتحسي بالغيره والقلق. بعدي من هاد الحسابات وهاد المحتوى، هربي باي طريقه. ملي ديري هاد الخطوه حاولي تبدلي دوك الحسابات اللي لغيتي المتابعه منهم بحسابات الناس كيشاركوا مع المتابعين ديالهم خطوات عمليه ونصائح وطاقه ايجابيه باش يخدموا على راسهم ويحققوا اهدافهم. كاين بزاف ديال المؤثرين اللي يستاهلوا انك تتابعيهم، كيقدموا محتوى هادف كله طاقه تحفيزيه وايجابيه، وملي كتفرجي فيهم كتحسي براسك بغيتي حتى انت تبدلي وتخدمي على حياتك وعاداتك. عطي لراسك مده ديال اسبوع من بعد ما تولي تتابعي حسابات عندها محتوى هادف وتبعدي على المحتويات التافهه، غتشوفي التغيير في راسك وفي عقليتك وكيفاش غترجع لك الطاقه ديالك باش توضعي اهدافك وتخدمي عليها. وغتشوفي الناس كل نهار كتشارك يومياتها وشنو كدير في عاداتها باش تطور من راسها، فحتى انت غتولي باغا تبدلي عاداتك وروتينك. وهنا حققتي اول هدف غير بهذه الخطوه البسيطه، واللي هو اهم هدف واهم تغيير، هو انك غيرتي عقليتك ونظرتك على حياتك. من بعد ما كنتي عاطيها غير للنعاس والماكله والتليفون وكتبعي الناس اللي ما كينفعوك بوالو وكتحسي غير بالاحباط والقلق والطاقه السلبيه دايره بك من كل بلاصه، وليتي من بعد كتبعي ناس كيقدموا محتوى هادف، محتوى اللي غينفعك باش تطوري من راسك وتزيدي لقدام. وليتي كلك طاقه ايجابيه، عندك حافز باش تزيدي لقدام بحياتك وغتولي انسانه اخرى بمعنى الكلمه. وشفتي الفرق الكبير بمجرد انك درتي هذه الخطوه اللي كتخص مواقع التواصل ديالك؟ راه حتى السوشيال ميديا هي اكثر حاجه كندوزو فيها وقت كبير، فما تخليش هاد المواقع تكون سبب انك ضيعتي وقتك
وخليها سبب انك في كل مره كتستافدي حاجه جديده. ثاني حاجه غنصحك بها هي تبداي تخرجي تمشاي شويه ولا ديري شويه ديال السبور. بالنسبه لي انا كنبغي نبقى نخرج نتمشى، حيت هاد الخطوه تقدر تبان لك انت تافهه، ولكن ثقي بيا عندها تاثير كبير على نفسيتك. حيت من اهم الاسباب ديال العجز والخمول هو انك تبقاي في الدار نهار كامل غير عاطيها للنعاس. جربي تبقاي مره تلبسي حوايجك وخرجي، الا كانت حداكم شي جرده سيري جلسي فيها. المهم هو انك تخرجي تبدلي الجو ديال الدار، حيت حنا عارفين انك فاش كتفيقي من النعاس الدار كيكون فيها داك الجو ديال النعاس والعجز. فنوضي فطري حلي السراج ديال الدار باش يدخل الهواء ويتبدل داك الهواء ديال النعاس، وداك الجو ديال النعاس يخرج يتبدل بالهواء ديال برا، وداك البرد ديال الصباح يدخل للدار. لبسي حوايجك وخرجي تمشاي. اول حاجه المشي في الصباح هو من العادات الصحيه اللي تقدري تدخليهم في روتينك من غير انه كيحسن الصحه البدنيه ديالك وكتزيد عندك الطاقه. غتعاونك حتى باش تقادي المزاج ديالك وترتبي افكارك وتقلي من التوتر والشعور بالاحباط اللي كيكون عندك، وغتقلل المشاعر ديال الاكتئاب. وبالنسبه لي الصباح كيبقى احسن وقت باش تاملي وتنظمي افكارك وتفكري في الامور اللي بغيتي ديري. وفي ديك اللحظه غتحطي اهدافك وتوضحي الرؤيه ديالك وتعرفي شنو غديري وانتي مرتاحه وافكارك منظمين. حتى نفسيتك غتكون مساعداك باش تحققي اهدافك. ثقي بيا هاد الخطوه غتساعدك باش ما تبقايش مشوشه ونفسيتك مدمره، وغتخليك مركز على اهدافك نهار كامل. وغتكون عندك فرصه انك تراجعي خططك للمستقبل، وغتحفزي الافكار الايجابيه باش تدخل لدماغك، وغتبعدي من اي مصدر ديال الاحباط والطاقه السلبيه والقلق. فبقي بعض المرات تخرجي وتعرضي للاشعه الشمس. وحتى هاد الخطوه عطي لراسك فيها اسبوع حتى لشهر، شوفي النتيجه على مستوى النفسيه ديالك كيفاش غتولي. نفسيتك غتولي زوينه، افكارك منظمه، طاقتك الايجابيه طالعه وعاليه، على عكس انك تبقي غير في الظهر النهار كامل والجو ديال النعاس والعجز طاغي على الدار. ما غتكونيش قادره انك توضعي اهدافك وتخدمي عليهم مزيان. ثالث خطوه وثالث نصيحه هي تنوضي تقادي ولا ترتبي المحيط ديالك، بيتك ولا البلاصه اللي كتجلسي فيها بزاف في الدار وكتخليك تحسي بالخمول. نوضي رتبيها، جمعي فراشك، طوي حوايجك. المهم هو ترتبي المحيط ديالك باش ما يبقاش المحيط ديالك كيبعث لك ديك الطاقه ديال الكسل والخمول. بدلي الجو ديال الغرفه ديالك، هكا غتحفزي باش تخدمي المهام اللي عليك ويبقى داك التركيز عندك وما يضيعش، وتحافظي على ديك الطاقه الايجابيه وتعطي اشاره لدماغك انك في كامل تركيزك واستعدادك انك تخدمي وماشي تنعسي وتبقاي متكيه نهار كامل. في نفس الوقت اللي انت كترتبي فيه بيتك ومحيطك، حاولي تبقاي تسمعي لي بودكاست تحفيزيه ولا تسمعي القران. المهم تسمعي مصادر اللي غتخليك تحسي بالراحه والتحفيز باش تقضي المهام ديالك وتنجزيهم. فكل ما كان المحيط ديالك نظيف ومرتب ومجموع وكل حاجه في بلاصتها، كل ما افكارك غيكونوا منظمين وغتكوني على استعداد انك تنجزي كاع المهام اللي كنتي من ديما كتقولي غنديرهم وما كديريهمش. ماشي حيتاش جا الوقت المناسب لهاد الحاجه، بل حيت انتي اللي خليتي نفسيتك ومحيطك يستعدوا لهاد الحاجه. عمرك تسني الوقت المناسب باش ديري شي حاجه، حيت بكل بساطه عمر ما غيجي الوقت المناسب. انتي اللي خاصك تصنعي هاد الوقت المناسب بعاداتك اليوميه وبتنظيمك لمحيطك وحياتك، وانك تخلصي من العادات اللي كانت كتجيب لك غير الخمول والعجز وما كتخليك ديري والو في حياتك ولا تزيدي القدام. وخاصك تبدليها بعادات ايجابيه وتحفيزات. واهم حاجه هي تخلصي من الضغوط النفسيه والقلق والتوتر. هادشي ما عندنا ما نديرو به صافي، حيت واخا تكوني كتخدمي مزيان على اهدافك، ولكن اون فوا تكوني خايفه من النتيجه ولا من المستقبل، فراك كتضغطي على راسك وغينقص عندك الحافز باش تخدمي وتحققي اهدافك. اهم حاجه هي تخلصي من اي مصدر ديال الطاقه السلبيه اللي غيخليك ما قادراش تزيدي القدام بحياتك. فإلا كانت عندك الرغبه والاصرار انك بغيتي توصلي لداكشي اللي كطمحي ليه، فراك اوتوماتيكمون غتحاربي مع كاع داك الشعور ديال الكسل والخمول اللي غتحسي به، وغتلقي راسك كتحاولي تقنعي راسك باهميه انك تنوضي تخدمي على اهدافك تحت اي ظرف. وديما فكري راسك بالنتيجه من بعد اللي غترتاحي من بعدها وغتخليك فرحانه وممتنه لراسك وانك انضبطتي ونضتي تخدمي على راسك. واخر نصيحه غنعطيها لك هي ثقي في راسك. كوني اكيده انك ما حدك كتسعي انك تخدمي على راسك وتحققي اهدافك وباغا ديري المستحيل باش ديري شي حاجه في حياتك وباش توصلي، فراك اكيد غتوصلي. وما حد ربي سبحانه وتعالى حط في بالك هاد الفكره وهاد الشغف انك تبني حياتك وتطوري من راسك وتخدمي على اهدافك الا وربي عارف انك تقدري ديريها وتوصلي لمبتغاك.
ما تخليش بنادم يحبطك بالهضره ديالو. وإلا كان محيطك فيه ناس سلبيين سواء العائله ولا صحاباتك مثلا، حاولي تبعدي عليهم، ماشي تقطعي معاهم الهضره بصفه نهائيه، حيت ما يمكنش يعني اكيد لا. يعني هما راه جزء من المحيط ديالنا اللي كنتعاملوا معاه كل نهار وكنتلاقاو معاهم كل نهار. ولكن حاولي تقلي معاهم الهضره، حيت كل ما كدوزي معاهم وقت كتر، كل ما كتبادلوا اطراف ديال الحديث، كل ما غيبداو يدويو على مواضيع وامور اللي غتحبطك، وبطريقه غير مباشره كتحسي بالطاقه السلبيه والافكار السلبيه كتجول في دماغك، وكتلقاي راسك حتى انت وليتي كتفكري بنفس الطريقه ديالهم. ومع الوقت ما غيبقاش عندك الحافز انك تخدمي على اهدافك. فراه المحيط ديالك غيأثر عليك وبزاف، كيأثر بغيتي ولا كرهتي. وهذا الشيء ما يقدرش يبان لك بطريقه مباشره، ولكن مع الوقت غتلقاي تصرفاتك وطريقه تفكيرك وعاداتك غتولي كتعكس كاع الطاقه السلبيه اللي كتاخديها من المحيط ديالك. فنصيحه، ردي البال لمحيطك والناس اللي كدوزي معاهم وقتك وكتشاركي معاهم افكارك، حيت الا كانوا ناس سلبيين راك عارفه شنو غيوقع، والا كانوا ناس ايجابيين حتى هي راك عارفه شنو غيوقع. وصافي البنات، هكا نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. نتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. حاولت نخلي لكم فيديو يعني تحفيزي اكثر، يعني نقدم لكم نصائح على شكل محفزات لكم باش ان شاء الله تستافدوا من كاع هاد النصائح اللي قدمت لكم في هذا الفيديو هادي. وديما ديري في بالك ان العجز مجرد واحد اللذه اللي كتكون لحظيه. فديك اللحظه اللي انت جالسه وهزه التليفون ومرتاحه وناعسه في بلاصتك ما كتخمي في حتى شي حاجه وما مرزطك حتى شي حاجه، فهذيك غير لذه في ديك اللحظه. ولكن التاثير ديالها الخطير والسلبي ما غيبان حتى على المدى البعيد ولا المستقبل ولا المسار ديال حياتك من هنا للقدام. فاستوعبي هاد الهضره هادي، نوضي حيدي العجز وخدمي على حياتك دابا باش ان شاء الله النتيجه غتبان في المستقبل. وداكشي اللي خدمتي عليه دابا راه غتجني الثمار ديالو في المستقبل ان شاء الله. ونتمنى ان يعني كلنا نقدروا نوصلوا لداكشي اللي كنتمناو. كل وحده فينا عندها هدف، عندها مستقبل كتشوفه بواحد الصوره ان شاء الله. مع شويه الخدمه وشويه ديال الاصرار والثقه بالنفس اكيد غتوصلي لداكشي اللي بغيتي. وبغيت نشكركم بزاف على الدعم ديالكم والتفاعل ديالكم للقناه ديالي. قناتنا كتكبر نهار على نهار، وعائلتنا كتزيد تكبر نهار على نهار. هادشي لا دل على شي حاجه كيدل على ان المحتوى اللي كنقدم بزاف البنات كيستافدوا منه، سواء البنات اللي كيجيو عندي الانستغرام ما شاء الله كيبينوا لي بصح ان المحتوى اللي كنقدم محتوى اللي زوين وهادف، وان بزاف البنات كيستافدوا منه، سواء من التعليقات اللي كتخليو لي وكنقراهم كلهم، سواء من الدعم ديالكم والتفاعل ديالكم ولي لايك. ويعني البنات اللي كينضموا للقناه ديالنا كل نهار، فشكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم والدعم ديالكم. و كما سبق لي قلت لكم، الا احتاجيتوا شي حاجه راني في الانستغرام، صيفطي لي ميساج واكيد غادي نجاوبك، وغنحط لكم اللين ديال الانستغرام ديالي الجديد في صندوق الوصف. وصافي هكا نكونوا سالينا الفيديو ديال اليوم. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جاي مع نصائح جديده مع موضوع جديد. وصافي يلا بسلام عليكم. كنبغيكم كاملين وحده بوحده كلكم، كنتسطى عليكم، كنحماق عليكم. يلا باي باي.